سيرجيو بوسكيتش كيعلن رسميا ان هذا الموسم هو الاخير ديالو في الملاعب. المايسترو الصامت القلب النابض ديال خط الوسط غادي يسالي مشواره الطويل اللي دار فيه تاريخ كبير مع بارسا ومع منتخب اسبانيا ودابا مع انتر ميامي. اليوم ماشي فيديو عادي، اليوم لحظه وداع واحد من اعظم لاعب وسط في العصر الحديث، وخاصنا نوقفوا باش نهضروا على المسيره والاعتزال الارث اللي غادي يبقى في التاريخ. تبدا الرحله الكبيره مع برشلونه سنه 2008 تحت القياده ديال بيب غوارديولا. من ذاك النهار ولعب لعب اساسي في البارسا، ما خلاش البلاصه ديالو تناقش نهائيا. 8 بطولات دوري اسباني و7 كؤوس ملك اسبانيا و3 ديال دوري ابطال اوروبا، وغير بزاف ديال الالقاب اللي خلاته جزء من الجيل الذهبي. مع ميسي وتشافي وانيستا صنعوا انجح فريق في التاريخ الحديث، فريق اللي كيكسر الارقام وكيعلم العالم كيفاش الكره خاصها تلعب. اما مع اسبانيا بوسكيتش كان حاضر في واحد من اقوى الاجيال اللي عرفات الكره، بطل ديال كاس العالم 2010 وبطل اليورو 2012. كان عنصر اساسي في النجاح ديال لاروخا، بالرغم انه ما كانش كيظهر في العناوين بحال اللاعبين الاخرين، لكن في الميدان ما كانش كيتعوض. 2023 قرر يسالي فصل طويل مع البارسا ويمشي يفتح صفحه جديده في الدوري الامريكي مع انتر ميامي. لقى راسو مره اخرى بجانب ميسي وجوردي الابا وسواريز ايضا، لكن هذه المره في الدوري الامريكي. اللي في انتر ميامي بين بوسكيتش انا وباقي بنفس الذكاء ونفس الهدوء ونفس القدره على التحكم في الوسط. انتر ميامي ما بقاش فريق عادي، ولا فريق كيحلم بالالقاب، واحد من الاسباب الكبيره هو حضور بوسكيتش. ودابا بوسكيتش كيعلن رسميا ان الموسم الحالي غادي يكون اخر موسم ليه في الملاعب. الكلمه بسيطه اللي قال بوسكيتش هو غادي نعتزل، لكن المعنى كبير بزاف. الاعتزال ديال اللاعب بحاله ماشي غير نهايه مشوار، هو نهايه العصر. 15 سنه واكثر من الاحتراف، آلاف التمريرات ومئات المباريات، عشرات الالقاب اللي كيتجمعوا كاملين في هذه اللحظه اللي كتقول ساليت. صوره كيفاش الاحساس ديالو دابا كيودع الملاعب اللي عاش فيها حياته كامله. ديال بوسكيتش اكبر من الالقاب، هو علم العالم انه اللاعب الكبير ماشي ضروري يسجل اهداف باش يكون اسطوره، يكفي تكون منظم ذكي حاضر في اللحظات الصحيحه. هو كان التوازن ديال البارسا، كان السند ديال المنتخب، وكان النموذج ديال اي لاعب وسط كيتعلم كره القدم. في هرنانديز كيقول بوسكيتش هو افضل لاعب وسط دفاعي شفتو في حياتي، وهذا الكلام ماشي مجامله لكن اعتراف من اعظم اللاعبين اللي لعبوا معاه. الارث ديالو غادي يبقى في الفيديوهات وفي المحللين اللي كيهضروا على التكتيك. فالشباب اللي كيتعلموا يلعبوا في الوسط يمكن بزاف من الناس ما غاديش يفهموا قيمته دابا، ولكن ملي غادي يمشي غادي يبان الفرق الكبير اللي كان كيديرو. اليوم كنودعوا سيرجيو بوسكيتش، الاسطوره الصامته، لاعب اللي ما كيحتاجش يغوت باش يكون مهم، ما كيحتاجش الاضواء باش يكون اسطوره. اعتزاله غادي يترك فراغ كبير، لكن الذكريات ديالو غادي تبقى خالده. شكرا بوسكيتش على كل لحظه وعلى كل تمريره وعلى كل درس عطيتينا. كرة القدم غادي تكمل، ولكن بلا بوسكيتش غادي تبقى ناقصه بزاف. فين كتشوفوا بوسكيتش احسن نسخه ديالو؟ واش مع برشلونه ولا مع المنتخب الاسباني ولا انتر ميامي؟ وشكون اللاعب اللي تقريبا كيلعب نفس اللعب ديالو؟ خليو لي رايكم في التعاليق.